على النبي بالقاسم طه شريف الآسم صاحب الخاتم ولا معراج واللواء والحلا والتاج والقضيب. اللهم صل على النبي بالقاسم طه شريف الآسم صاحب الخاتم والمعراج واللواء والحلا والتاج والقضيب. سيدي والحمد للوحيد الواحد من لا ينام ربي عاتق الرقاب الكريم الحي الوهاب ودنا بالنبي المجتاب سيد العراب طه سراج الهداب حبه وهواه في حشايا قايم ترى يقيض نايم بشواق نمجد عين الهدى الهادي راكب البراق ونجيب. اللهم صل على النبي بالقاسم طه شريف الآسم صاحب الخاتم والمعراج واللواء والحلا والتاج والقضيب. سيدي صلى جرت العادة في نهاية كل حفل من الحفلات أن نرفع برقية للتأييد إلى مولانا صاحب الجلالة مولانا محمد السادس. وسيتفضل السيد رئيس مدير المهرجان الحاج عبد المجيد الكوهن بتلاوة هذه البرقية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخ الأستاذ راشد بناني. أود في البداية أن أبلغكم جميعا تحية وتقدير الأخ عمدة مدينة فاس الأخ حميد شباط الذي يتتبع المهرجان بكل فعاليته بدقة وبإصرار لولا الظروف الكبيرة والمهمات المنوطة به التي تحول دون أن يكون معنا جسدا أما روحا فيتتبع المهرجان ويحيي المجموعات كلها المشاركة وكذلك العائلة ديال بوزباع ورأسها الفنان الكبير الحاج محمد بوزباع وكذلك إلى جميع الأساتذة وإلى الجمهور المكتف الكبير الذي يحضر ويتتبع هذه المهرجان. برقية مرفوعة لمقام صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله المحترم السيد مستشار صاحب الجلالة القصر الملكي العامر الديوان الملكي الرباط. نلتمس من سيادتكم رفع البرقية التالية للسدة العالية مولانا صاحب الجلالة والمهابة جلالة محمد السادس نصره الله. ونحن على مشارف اختتام فعاليات المهرجان الوطني للفن الملحون بفاس في نسخته السابعة. يتشرف ويسعد عمدة عاصمتكم العلمية ورئيس المهرجان حميد شباط أن يقف بكل احترام وإجلال بين أيديكم الميمونة ليقدم لمقامكم أسماء عبارات الطاعة والإخلاص وأعظم مشاعر الولاء والتقدير باسم كافة سكان مدينة فاس ومن بينهم الجمهور المكثف الذي تفاعل بشكل متحمس مع كل فعاليات مهرجان الملحون الفنية والثقافية والعلمية والتكريمية في شخص أسرة آل بوزباع وعلى رأسهم الحاج محمد بوزباع أطال الله عمره. مولاي صاحب الجلالة أبقى الله تعالى سيدنا المنصور بالله رائدا وموجها لشعبه الوفي في مختلف المجالات التنموية والفكرية والثقافية والاقتصادية
في ظل مشروعكم المجتمعي الكبير والعظيم وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما نسأله تعالى أن يديم عليكم الصحة والعافية ويحفظكم في ولي عهدكم الأمير مولاي حسن وشقيقته لاله خديجة، ويشد عضدكم بشقيقكم الرشيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية المصونة، إنه سميع وبالإجابة جدير. والسلام على المقام العالي بالله خديم الأعتاب الشريفة رئيس المهرجان حميد شباط. وشكرا. شكرا الحاج عبد المجيد الكوهن مدير المهرجان. الآن نصل إلى لقاء قطبين في فن الملحون، قطب مدينة فاس مع قطب مدينة مراكش. إذن جوق مراكش لفن الملحون بإشراف الفنان محمد أمنزو هو أيضا جوق كبير جدا بمدينة مراكش. سيمتعنا هذا المساء بمجموعة من القصائد الرائعة والرائقة. وبالمناسبة فقد هذا الجوق خلال السنة الحالية أحد أعضائه أخ السي محمد أمنزو. هناك كلمة للسي عبد السلام الشامي حول الفقيد، فليتفضل. مساءكم سعيد. أعدت اللجنة المنظمة للمهرجان شريطا قصيرا لحياة هذا الرجل، نرجو الانتباه إليه في الشاشات. ضيوف الأكارم، فقدت أسرة الملحون ببلادنا نجما لامعا وراقيا. إنه الفنان الشيخ المنشد سيد أحمد بن الطاهر أمنزو، الذي وافته المنية بعد رجوعه من مهرجان فاس السادس الذي كان أحد كواكبه اللامعة مع جوق مراكش لفن الملحون. ولد الفنان سيد أحمد أمنزو سنة 1956 بمدينة مراكش، وتعلم أصول الطرب عن والده المرحوم الأستاذ
دار أمنزو. كما تتلمذ على يد أخيه سيدي محمد متاع الله بالصحة والعافية، وما لبث أن لمع نجمه أصبح أحد حفظة الملحون وشيخا مرموقا في حاضرة مراكش. حل سيدي أحمد أمنزو ضيفا على مهرجان فاس منذ دورته الأولى سنة 1998، ولم يتخلف عن مواكبة أنشطة هذا المهرجان إلى أن وافته المنية رحمه الله في نهاية شهر ماي من العام الماضي بعد شهر واحد من رجوعه إلى مراكش. تغمده الله برحمته الواسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون، وتعازينا الحارة لأسرته الكريمة ولمحبي هذا الفن الجميل. نبدأ باسم الكريم مول القدرة، سيدنا الكريم الدايم من العفاف. خصصت فني في صلاة لجنة تنظيم المهرجان هدية رمزية تقديرا لهذا الرجل وعربونا عن المحبة التي يكنها جمهور فاس لهذا الرجل خلال مسيرته الفنية. نرجو أن يتقدم واحد من أفراد أسرته أو أحد أفراد الجمعية ليتسلم هذه الهدية من شيخ الملحون الحاج محمد بوزوبع. الأخ سي محمد بوزوبع يسلم الجائزة الهدية الحاج محمد بوزوبع شيخ الملحون بمدينة سالا مدينة فاس. فايل هذه الكلمة الطيبة وتعازينا جميعا، تعازينا الحارة إلى أخيه سيدي محمد أمنزو وإلى سائر أفراد الجوق وكل عشاق الملحون بمدينة مراكش. إذن نصل سيداتي وسادتي إلى الفقرة الثانية، فقرة الطرب الأصيل مع برئاسة الفنان محمد أمنزو. ومع قصيدة من روائع التراث من درر الملحون للشيخ الجيلالي متيرد، قصيدة حب حبيب الرحمن من إنشاد الفنان سيدي محمد الملحوني.
ملفح مني فصلة زين البشرة سيدنا المفضل عين الرحمن زيني نعيد لك شي جراه سيدنا محمد خلي ولا طه سيد السياد وجمع الكائنات كانت حد الاسلام والكافرين عادت في الحزن وبشيت الاول غزال لكن يحبوا لو جات الصبرا سيدنا الجبار شق الوطيان ما نوصل في مقام ونبرا سيدنا قطع النظرة بتأسيد أرضات الله الآن والعشرة سيدنا والسلام على الماحي جد في قواني نور التماد من خلق المولى ولا شريك حد معاه كرمنا بشفيع الله يا سيدنا حب الغالي الخير جوارحي والخالي صلاتهم والعبادة للأسمي رسول صليوا على العدنان من جانب البيان نمدح مول الفرقان طه مفتاح الكون صلوا على العدنان من جناب البيان نمدح مول الفرقان طه مفتاح الكون حبيب الرحمن خمرني يا الاخوان وسقاني من جريان يا محلاه ابجرجوم خرق جوارح البدان ودعاني يا فطان ننشد قلب ولسان بحلاوة كل لسون مفطار قبل فرقان وتجلى على الديان وعبق في كل طام طيب ومن جول جول وضحل من القرآن شرح وتفسير بيان وخشوع الهلمان من أمن بيحصن جد الحسن والحسن كيف الجود والحسان حرم البيت والاركان من به دار التبون صلوا على العدنان من جناب البيان نمدح مولا الفرقان طامح الكون محمد صاحب الحقائق والتحقيق السابق للعباد فضلوك مالو جيت وافي حنين ومكرم وشفيق ساقي من الحوض كيصان مصالو مفتاح الدين صادق والد صديق باهي الوصاب من سعدنا ابو صالو ما خلق الله حد مثله بحاله نور الحق الديان روح القدس والجنان رحمة وعفو ومان شرح الود ومصيوم تعظيم القدر وشان سيد عجام وعربان
خير جميعة فلان ما حملت بيه بطون بصلاته يا إنسان كتر جروك تمان بيها يذهب الشيطان غاضب ناكد ممحون هي شرب اللفان هي كنز الحقان هي الفرح وسلوان هي الراحة وسكون يوم الفزع والفتان والصراط وميزان نسعى الله الغفران علينا أصحاب تون صلي وللعنان من جناب البيان نمدح مولا الفرقان طه مفتاح الكون بابها نهار يضيق الحال في يوم لا تفيد مخلوق ندامة ما بين الأنبياء وخاتم الأرسال قابض رسيم حين تعظم القيامة أنا لها يقول طيب كل فعال تباشر بالهنا وكو سلامة وكما شفعتوا من الله كرامة الطبوشة في دهان ودوا غاية البدان وجبيرة للقصران قصدك مال الظنون بحر الود الهدان من لا مثل سلطان والزايد للعرفان من علم وكل فنون ليل سراب السريان وارتفال 700 حين حرم بالجمعان صلى وصعد مامون يوم دنا المنان البساط وليه مكان قلبه يسمع يقطان ويناظر دون عيون دما طلب الحنان كرمو ورجع فرحان القريش حكى عزمان فضل الدين المصيون صلي وللعدنان من جناب البيان نمدح مولا الفرقان طه مفتاح الكون حبيب الله لا نبي مثلو محبوب السابق هو السطر العرفاني من قبل لا يزيد انطقت بيه كتوب كما خلق ونشاه نعمل وحداني عارفو كدبو جحدوه الكذوب واش يجحدوه طلعت البدر الثاني لولاه ما يكونش من الكواني هذا هزم لوتان عند الله ما لوتان ولا فضلو ولا كان فارغ ولا مشحون دين المولى قدسان ليه تباع وزيان وجنود للصلبان ما ملتهم سنون نصبت من البيزان ويعيروا لي جنحان ونفتفت بالطيران ونغمق بين مزون ننظر نجم السرطان ونقول بلا تنان داخل حرب
حرمك خوفان مداح كليسيون العقل عندي هيمان وانا ساهي غفلان العمر مضى خسران وانا ياسر مديون صليوا على العدنان من جانب البيان نمدح مول الفرقان طعم مفتاح الكون صلى الله عليه قد ما يذكر وما في علم من جلا بدوام يا نختم ونحج بحلق اسرار نوير السر من البدال تمامه هي الرسمال والغناء يتحرار بركة وزكا المنقواش غرامو غداي ومنشور بها نرحمو يا ربي بالسبطان والفاروق وعثمان وكليمك بن عمران وسليمان وهارون يوم الرمس والكبان دين الملكين تنان دبتني للسولان لا تجعلني مفتون والوالد والولدان والإسلام والإخوان يا غافر للعصيان اختار خطانا وزبون الجيلالي ستعان ديك عليك التولان مفتاح ما يوان عند أرواح ومضمون سلام الهلوزان والطلبة والعرفان وعلى الشرفات يجان هالفرايد وسنون صلاة عجل عيان ما هي من أنسوجان ما بصلاة قرآن ما كرها بالعون صيوا على العدنان جانب البيان تحمل الفرقان طه مفتاح الكون
شكرا للفنان سيدي محمد الملحوني على هذا الأداء الأصيل والرائع، وليس ذلك غريبا، فهو شيخ الملحون، ولد شيخ الملحون، وابن أسرة ديال الملحون، وفي مدينة ديال الملحون. وسميتو الملحوني. والقصيدة الثانية هي قصيدة الغزال، قصيدة جمهور البنات، ودائما مع نفس الشيخ الجلالي متيرد، نفس النظام الشاعر الأصيل الجميل الجلالي متيرد، والإنشاد ديال الفنان سي عبد الحق بوعيون، والإشارة الفنان سي عبد الحق بوعيون تنعرفه كذلك في التمثيل، فهو فنان مسرحي في فرقة الوفاء المراكشية. إذن مع جمهور البنات ومع الجلالي متيرد والفنان عبد الحق بوعيون. الحسن بازينات الصورة ضامو هنيا ويمنا وبروك وخدج وزير بدواح. الله الحسن بازينات الصورة ضامو هنيا ويمنا وبروك وخدج وزير بدواح. صياد الغزلان طرق جلابل يعفورا صيد غزلان الجدار الكراير ودموج والنغمة والتجاح عوض بعاهم ما كان الخدود المعصورة من لا لتقاهم ما نتج
ما شالا بنتج يوم اخرها تشحاح يا مصريت بالعيان فريا محضر محضورة وعوان نصف بساط كواكب تسطع في بروج تخجل منها الارواح. الله الحسن في بازنا الصورة طاموين يا ويا منا روكو خدود زيرو بدوان. يا مسبوة نهيم نغنم فرجات العشية نسمع في بساط عظيم نغمة وصوات ذكية طليت على التقويم نجبر غزلان زهية ناداو بفصح لسان جملة بنساء وذكورة زيد اللي زيد ياللي ما ملكوك نتج بين دراغم الكفاح بين جدا والغصان وقزرة بي منشورة طعموني بن عايم وتفاكه من غير احتاج شلة شاهد الماح ارفعوا لي كاس ميلان ابيض فيه صفورة هاد الما شكيت قلت ليهم للعقل خرج ما هو لي يا مباح. الله الحسن في بازنا الصورة طاموين يا ويا منا روكو خدود زينو بدوان. قالوا لي خذ شراب تنظر وتشوف عمالو قلت لهم ما نقرب ما انا في حال حالو وضحيت لهم عجب ضحكوا البنات وقالوا هذا زهو السلوان البني عذر المذكورة مولاه بطش من سام وسرع من ريح الموج وقطع من سن رماح بين جوارح نشوان وعلى الوجنات حمورة يسرح للسن ويكشف الحيال المهيج من لا داقو مرتاح بالصفرة والكيسان خمرة صافية معصورة ما بين العرسان والعرايس كيسان طروج وعلى حضرة الملاح. الله الحسن في بازنا الصورة طاموين يا ويا منا روكو خدود زينو بدوان. هادي تسقي وتزيد والنوبة ما تنساها ديك تجاوب بنشيد محلى صوت الغا الخرا ترقص وتميد
بقرايح شوق هواها هادي تسحر لدهان الاخرى تفتر بصورة ديك تريا ديك كامنارة في غسق ديج نور ضياهم وضاح كاح رجع للوان بجماعتهم مشمورة يتمكن ويروح من ضرهم دايم في رج يتشكى دم زراح ما يفديهم تمام الفعال المشكورة ما سوس يا سروج وغزلان الدروج تركوا جمري الحلال الله الحسن في باسنا الصورة طامو هنيا ويا منا مبروك وخدوج زينو بدوان قالوا لي علك مال يا الفصيح الجيلاني وصفنا له الحال بين محاسن الغوالي تعرف قيمة الجمال بحساب السوم الغالي خبرك في كل وطن بيه الودبة مخبورة العقل راقي والفاضي يا ماهر ليك صنوج لا تنسانا يا صاح ودعت غصان البال بعد اللما والصورة وتقوات نواحهم جور القلب المرهوج العقل معاهم راح صرت مقاضي حيران من العناسة المذكورة مات البوجة وتيتها واللحد المغنج والضفرة والدواع الله الحسن باسنا الصورة طامو هنيا ويا منا مبروك وخدوج لا زراب ودواع صف الزين في البهجة حفاظي وذكر بيتات اللين ورضى لمنه راضي وطعل جحود طعين بحسام الشعر الماضي غني بوصف الزين في البهجة حفاظي وذكر بيتات اللين ورضى لمنه راضي وطعل جحود طعين بحسام الشعر الماضي اهل البغض ونقصان معرفتهم منكورة لو عاشوا ما عاش نح لا صرخة من فروج لا ندوى من مكشاح من لا شاخو بحسان شياختهم مبطورة العالي فوداج كل داعي سنو منفجر عنداتو ما يبراح لا حكمة لا برهان من الاحتال المنكورة مرقرق عنهم سر طراق به بروج الطيار بغير جناح والرقايق لوزان بن سايمهم معطورة سلامي عنهم مارتا
قمري على البروج في كل مسا وصباح. الله الحسن فيها زينة الصورة قاموا وين يا ويا منا وزين وبدوان. الله الحسن فيها زينة الصورة قاموا وين يا ويا منا وزين وبدوان. الله الحسن فيها زينة الصورة قاموا وين يا ويا منا مبروك وزين وبدوان. الحسن بها زينة الصورة مبروك زين وبدوان. الله الحسن بها زينة الصورة مبروك زين وبدوان. الله الحسن بها زينة الصورة مبروك الله الحسن فيها زينة الصورة قاموا وين يا ويا منا مبروك زين وبدوان. شكرا للشاب سي عبد الحق بوعيون على هذا الاداء. تحيه. ودائما مع الشيخ جلالي متيرد، دائما مع الشيخ جلالي متيرد. قصيدة فاطمة شرع الله معاك، وهذه المرة الإنشاد المعلم سيدي محمد أمنزو. الفنان سي محمد أمنزو سينشد قصيدة جلالي متيرد فاطمة شرع الله معاك. Oh